السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من يوميات غدا وندى. النهاردة هنعمل مكرونة بالبسطرمة زي البشاميل بس مش بشاميل. ازاي بقى؟ ايه المقادير اللي هنعملها هنستخدمها مع بعض؟ طبعا انا مش هستخدم الكمية دي كلها، بس ده جبنة شيدر مبشورة ربع، وتمن بسطرمة، وتمن رومي، وده ربع موتزاريلا برضك، عندك اقل ماشي على حسب اللي عندك، ولبن. تمام. والمكرونه مكرونه اقلام. تمام. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين حاطه المكرونه الكيسين الصغيرين اللي هم 400 جرام بتتسلق. هسلقها برضك مش سلقه قوي. تمام. وعندي بواقي السجق اهي بسخنه، اللي احنا كنا عاملينه مع بعض في الحلقه اللي قبل دي، برضك هحطهم مع البسطرمه. هي بتتعمل بالبسطرمه بس او بالسجق بس او اي حاجه حشو زي ما انت تحبي على حسب الرغبه، بس انا هحط معاها السجق. ما دام عندي بواقي سجق احطها معاها. تمام. نستنى بقى المكرونه تتسلق ونعمل ايه مع بعض. كده معايا اللبن اهو حطاه، هو عامل النص كيلو بيبقى عامل كوبايتين ونص. هنحط عليه ربع معلقه ملح ونص معلقه فلفل وبهارات، نص معلقه بهارات. تمام. مش هنحط اكتر ولا ازيد، ونخلي بالنا من الملح لان احنا معانا بسطرمه حادقه، وعندنا سجق حادق، والجبنه الرومي والشيدر حادقه، فنظبط ملحنا مع بعض. تمام. كده يا حبايبي بقى احنا عملنا المكرونه اهي خلاص سلقناها. هنحط بقى هنا كده اهو. تمام. وبعد كده هنحط الحشو بتاعنا. ده السجق زي ما قلت لكم. انا هعمل ايه، نص كده فيها سجق، او هوزعها عشان تبقى في كل الطعم يبقى متشابه زي ما انتم شايفين كده. وهنحط مع بعضينا قطع البسطرمه بالطريقه دي. كده احنا حطينا البسطرمه والسجق. طبعا الحشو زي ما قلنا اي حاجه زي ما انت عايزه. طبعا بقى هنمسك بقى الجبنه الرومي المبشوره اهي كمان اهي. جبنه الرومي لما بتسيح في المكرونه بتدي طعم رهيب. تمام اهي. وهنحط بردك شيدر وحاجه خفيفه قوي من الموتزاريلا. احنا لسه هنعمل ايه بقيه المكرونه فوق التانيه. هننزل بقى بالمكرونه التانيه دي كده. تمام. هنعمل ايه بقى؟ ده الملح اللي زي ما قلت لكم، اللبن اللي بالملح بالبهارات. هنسقيها لبن كده من غير ولا بشاميل ولا الكلام ده. طبعا والمكرونه يعني نص سوا شويه. تمام. هنبتدي بقى نحط على الوش بقى تاني رومي كده خفيف، وجبنه الشيدر كده، وننزل بالموزاريلا. طبعا اللي حابب يحشيها سوسيز زي ما تحبي. تمام. وهندخلها بقى الفرن ونرجع لكم. ده بقى الشكل النهائي بعد ما خرجت من الفرن. قعدت في الفرن تلت ساعة اهي. جميلة تحفة جدا. هي سخنة، هقطعها لكم هي سخنة بقى، بس ممكن تبرد شوية بقى كده نقطعها. تمام اهي. يا رب تكون عجبتكم وجربوها هتعجبكم قوي. هقطعها معاكم واوريها لكم اهي. قطعتها لكم من جوه اهي، منظرها اهو من جوه. اللبن بقى مديها طراوه، والمكرونه طريه جدا جدا اهي. يا رب تكون عجبتكم وتنور رضاكم اهي. والحشو جوه السجق اهو، والسجق اهوت والبسطرمه. يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم على حلقه جديده باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين، ومع السلامه. باي باي.